جاء عنده الشيطان قال له قتل هذاك الطفل قبل ما يجوا خوت لهذا البنت هذه يلقاو كل شيء على احسن ما يرام. هذه القصة غادي تخليك تتعلم أنك ما عمرك تغتر بالعبادة ديالك، وما عمرك كتقول أنا واحد الإنسان كيعبد الله وعندي بزاف ديال الأمور اللي مزيانة مع الله سبحانه وتعالى، يعني مزيان، يعني تشكر راسك أو تزكي النفس ديالك. هذه القصة غادي تنبهك وغادي تخليك تقول يا عجباه وكيفاش هذه المسألة هذه. كتبدا القصة في واحد الزمان اللي هو بعيد، في الزمان ديال بني إسرائيل. كان واحد العابد اللي هو راهب كيتسمى الراهب برصيصة. هذا الراجل هذا كان كيعبد الله سبحانه وتعالى في واحد المعبد، يعني كان كيتفرغ من اي حاجه كتشغله في الحياه للعباده وما ادراك ما العباده. كانوا الناس مثلا في هذاك الوقت هذا كيخرجوا يحاربوا، يخرجوا التجاره، يخرجوا بزاف ديال الامور، ولكن هذا الراهب هذا برصيصه كان في واحد المعبد كيعبد الله سبحانه وتعالى وما كيلتفتش حتى شي حاجه، ودخل معاه الكبرياء والعجب وحس براسو، وكان كيقول ان الناس هادو اللي كيتحاربوا مع الحياه وبزاف ديال الامور هادو غير رعاع وكيعصوا الله، ولكن انا ما نقدرش نعصي الله واخا يوقع اللي وقع. وجاه الشيطان وتحداه وقال له انت راه وصلتي في واحد الدرجه ديال العباده اللي ما يمكنش تعصي الله سبحانه وتعالى، يعني زادوا في واحد الكبرياء النفس ديالو طغات. ولكن الله سبحانه وتعالى ما كيخليش العباد ديالو هملا، بل كيجيب لهم امتحانات، والامتحان ديال برصيصه كان امتحان صعيب بزاف. دازت الايام حتى جاو عنده واحد 3 ديال الخوت ذكور، قال له يا برصيصه احنا كيف ما كتعرف خصنا نمشيو نقاتلوا في واحد البلاد نحاربوا الى اخره، ولكن عندنا واحد الاخت خصنا شي حد يتكلم بها، وشوفنا في القريه كامله ولكن ما لقينا الا غيرك، انت هو الامين الصالح العابد الزاهد، يعني ما غادي نامنوا حتى شي واحد على اختنا من غيرك انت، حيت خصنا باقا عزباء وما عمرها تزوجات. برصيصه تردد في النفس ديالو، ولكن الشيطان جا قال له لا، انت يعني انسان عابد وعادي وما غاديش تسكن معك يعني في هذاك المعبد ديالك، غادي تبني لنا شي مساله اخرى. كذلك عمل برصيصه، قال هاد الخوت هادو واخا موافق ولكن بشرط انكم تبنوا له واحد المسكن قريب، يعني واحد البراكه كيما عطا الله تكون فيها انا فقط ندي لها الماكله ونتكلم بها ونحديها، ولكن ما تسكنش معايا في المعبد ديالي. قالوا وافقوا على هذا الشرط هذا. صافي نزلوا هذيك الاخت ديالو ومشاو في حالهم وسافروا. برصيصه بقى كيدي الماكله لهذيك الاخت. في البدايه كان كيمشي وكان كيدق في الباب وينزل الماكله ويمشي في حاله، ولكن دازت الايام حتى واحد النهار قال علاش انا كننزل الماكله وندق ونمشي في حالي، وتقدر تكون هذيك البنت ميته وانا ما نخباريش او وقعت لها شي حاجه. الشيطان جاء من هذا الباب هذا، قال بلاتي تسناها حتى تفتح الباب ونتاكد واش هي حيه ولا ماشي حيه، وفعلا داق الباب ونزل الماكله تسناها حتى فتحت الباب. اللي فتحت الباب عاد مشى في حاله، وبقات الايام هيدا حتى واحد النهار قال كيفاش دابا يقدر يكون معها شي انسان اخر، علاش مثلا ما نشوفش هذه الانسانه كيفاش عامله عادي، مساله عاديه ما غادي توقع حتى شي حاجه. فمن بعد واحد الايام دق ونزل الماكله بحال ديما، ولكن هذه المره شاف فيها ويا ليته ما شاف. داك الشيء اللي شاف خلاه انه يدخل في قلبه واحد الشيء اللي هو غريب، حس بواحد الحب او الشهوه او شي حاجه اول مره غادي يحس بها في الحياه. برصيصه ملي شاف هذيك البنت تعجب بها، مشى المعبد وبقى كيبكي ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى لعله ينسى هذاك الوجه، ولكن كل ما هو كيحاول يعبد كل ما كتجي هذيك الصوره العقل ديالو والرغبات ديالو كتهيج. قال عليه الحال وجاه الشيطان انت ما غادي دير والو، عادي هذه مساله عاديه واي واحد يوقع في الخطا، وحتى الا خطأتي معها مثلا غادي تتوب وتكثر، يعني الايمان ديالك غادي يقوى، حيت المعصيه كتزرع فيك واحد الخوف، وهذاك الخوف كيزيد فيك الايمان النازع الايماني باش انت الايمان ديالك والروح ديال العباده ديالك الله سبحانه وتعالى تزيد. البرصيصه هذه مساله يعني عاديه، فوقع الحرام مع هذه البنت. فملي دازت الايام لقات راسها حامله، فملي حملات خد هذه البنت هذه باقيين مسافرين يعني في واحد الجهات وما غادي يرجعوا الا من بعد مده ربما عامين او 3 سنين. شنو غادي يعمل هذا الانسان هذا العابد برصيصه ملي وقع في هذا الفخ؟ جاء عنده الشيطان
قال له قتل هذاك الطفل. قبل ما يجوا خوت لهذا البنت هذه يلقاو كل شيء على احسن ما يرام، المساله ما فيها حتى شي تخرشيش. هذا الشيء اللي عمل هذا العابد برصيصه، مشى تسنى حتى هذيك البنت حتى تولدات، اتفق معها قال لها باش نخبعوا هذا الشوا هذه نقتلوا هذا الانسان هذا اللي خلق. فقتلوه ودفنوه ودازت الايام، حتى جاو خوته وداوها وشكروه وتهلاو فيه، عطوه بعض المال، قالوا له انت انسان مزيان. ولكن الشيطان تهيأ ان هذاك الخوت واحد الصوره بواحد الراجل، وقال له ما هاش اللي وقع وها فين مدفون هذاك الترابي اللي قتلوا هذا برصيصه هذا. وفعلا ملي مشاو بحثوا لقاو هذاك الغلام اللي قتلوا برصيصه، فرجاو هذا الانسان هذا وداوه عند الملك باش يتعدم. فملي دخل الحبس وهو كيتسنى الاعدام ديالو هذا برصيصه هذا، جاء عنده الشيطان قال له انا وحلتك انا فكك بشرط انك تسجد لي سجده واحده، هي غير سجده واحده وانا نقذك من هذا المأزق هذا كامل في حل لي ما عمره وقعت شي حاجه. برصيصه بقى فيه الحال وبقى كيقول لا انا ما نديرش هذا الشيء، ولكن الشيطان زاد وسوس له قال له هي غير سجده واحده ومن بعد عبد الله وتوب وهذا الشيء هذا كامل غيتسمح، الذنوب ديالك كامله غتسمح وعادي. فبرصيصه سجد هذيك السجده من هذاك الشيطان، ففي هذيك اللحظه جاو الدواء ودموع. إذا برصيصة شوف الحبقع ديال المسائل. علاش الله سبحانه وتعالى كيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ ماشي الشيطان ماشي كيدخلك في واحد المسألة تلقائيا، لا كيجيك خطوات. وكذلك الله سبحانه وتعالى كيقول ولا تقربوا الزنا. كيفاش الزنا؟ كيبداو المراحل ديالو من بعد، نظره، همسه، كلام كذا، عاد كيوقع الامر العظيم. فهذا العابد هذا وقع فيهم كاملين مجموعين، اولا زنا، ثانيا قتل، ثالثا كفار، وهو هذا اعظم ذنب واعظم اثم وقع به هذا الانسان هذا. لذلك الانسان ما يغترش بالعباده ديالو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه احدكم بعمله، قال ولا حتى انت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هي الرحمة الله سبحانه وتعالى، لا العبادة ديالك ولا الإيمان ديالك هما اللي غادي ينفعوك أو لا غادي يوصلوك، هي فقط الرحمة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة هذه أنت تبغي بها الرفعة والدرجة عند الله سبحانه وتعالى. شارك في القناة وفعل زر الجرس وبارطاجي هذه القصة مع الناس باش تعمل فائدة ويكون عندك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا عندك شي قصة قولها لنا في التعليقات بنشاركوها مع الناس وتعمل فائدة.